السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. على بالي راهي تلفت لكم مع الغداء والعشاء، بصح اليوم جيت نهنيكم بالتخمام وجبت لكم غراتان اقتصاديه وبنينه بزاف بمكونات بسيطه ومتوفره في كل دار. غراتان خفيفه بنينه وبنتها في بساطتها. ما تنساوش تدعموني بالجيم بالبارطاج وبالاشتراك في القناه، ويلا بسم الله نشوفوا الطريقه. في مقلة نديرو شوية مارغارين مع شوية زيت، ونقليو بصلة كبيرة مقطعة مربعات صغار. نزيدو عليها حبة زرودية مرابية. نعرف باللي كاين اللي يستغرب، بصح صدقوني الزرودية المقلية مع البصل تعطي ذوق وبنة ما تتصدقش. نزيدو الفلفل الحلو والزيتون الخضر. ونروحو للتوابل: ملح، زنجبيل، كزبر مرحي وشوية فلفل كحل. نخلوهم يتكتكوا مليح حتى يمتصوا النكهات، ومن بعد نطفيو النار ونخلو الخليط يبرد شوية. وهنا حبيت نسقسيكم يا الغاليات، قولوا لي في التعليقات ولادكم ياكلوا الخضرة عادي؟ انا هاد الطريقة تاع زرودية المرابية نديرها حيلة باش نكلحهم ياكلوها بلا ما يفيقوا بلي راهي خضرة ويحسبوها دجاج وبنينة. خلونا نستفادوا من بعضانا. وش هي الحيلة اللي ديروها نتوما باش توكلوا ولادكم الخضرة؟ راني نستنى تعليقاتكم. في ريسيبيون نديرو 4 حبات بيض مع كاس حليب باش تجي الكراكان خفيفة، رشة ملح وكمية مليحة من المعدنوس والكزبر مقطعين رقيق. نفرغوا فوقهم الخضرة اللي قليناها. ونزيدوا البطاطا المقلية. نخلطو غير بالعقل باش البطاطا ما تتكسرش وتتغلف كامل بهذيك البنة. نفرغوا الخليط في مول وندخلوه للفور مسخن مسبقا على 200 درجة. كي تشوفوها نشفت وحكمت روحها نخرجوها ونرشوا عليها شوية فخوماج غابي ونرجعوها للفور غير قيس ما يذوب وياخد لون ذهبي يشهي. شوفوا لي ما شاء الله على هذه النتيجة. غراتان تحمر الوجه بمكونات بسيطة جدا. الريحة راهي دايرة حالة في الكوزينة والبنة ما تتصدقش، واللي ذوقها ما يآمنش باللي ما فيها حتى قطعة لحم. البنة كامل راهي في تقلية والزرودية. هذه الوصفة نهديها لكل وحدة عيانة، لكل وحدة ميزانيتها محدودة وحابة تفرح وليداتها بحاجة بنينة. توجد في وقفة والنتيجة خيالية. جربوها وعينيكم مغمضين، وراني متأكدة تولي السلاكة تاعكم في الأيام كامل. وفي الأخير ما تنسوش تجاوبوني على سؤالي في التعليقات وتشاركونا حيالكم.
وإذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا جاموا اشتراك باش تكبر لمتنا ونواصلوا مع بعض وصفات اقتصادية من قلب الكوزينة. تهلاو في روحكم وبصحتكم مسبقا. سلام.